في كل مرة يخرج وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس الذي لم يعمر في منصبه 3 أسابيع بتصريحات يهاجم فيها الجزائر ويتطاول على سيادتها ووحدتها الترابية. وبعد كل تطاول من هذا الدبلوماسي التونسي الذي أعلن عديد المرات دعمه لنظام ملك المغرب محمد السادس ودعمه لسياسة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تتجاهل الجهات الرسمية في الجزائر هذيانه وهو ما اعتبره الباحث الجزائري حسني عبيدي بالخيار الموفق تجاه تصريحات غير موفقة. أحمد ونيس تعود على الخرجات الغير الدبلوماسية ويتهجم في كل مرة على الجزائر، فيما يدعم سياسة المخزن ويتودد لنظام محمد السادس عبر مدحه حتى في موضوع التطبيع مع إسرائيل. وزير الخارجية التونسي الأسبق الذي عين في الحكومة الانتقالية ولم يعمر في منصبه 3 أسابيع سرعان ما تم طرده على وقع فضيحة كبيرة، وهو الذي وقف ضد الثورة التونسية وتغزل بوزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك التي تحدثت عن دعم بلادها لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. هذا ونيس بخصوص شعبه ووقوفه ضد إرادته أغضب التونسيين، خصوصا حين قال بأنه كان يحلم دوما بلقاء وزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك التي اتهمها خصومها في فرنسا بأنها كانت على صلة وثيقة بحكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. فضيحة المعتوه ونيس عام 2011 جعلت مئات العاملين في وزارة الخارجية التونسية تشن إضرابا عن العمل، معتبرين تزلفه للوزيرة الفرنسية ينم عن قلة احترام للثورة التونسية وإرادة شعبها. وليس غريبا تطاول أحمد ونيس على الجزائر، فالبحث في ماضي هذا الرجل وحاضره يوحي بكل شيء، لأنه أحد غلمان نظام المخزن، حيث يشتغل كمتعاون في مجلة المغربية، ناهيك عن معارضته الشرسة لاستقبال تونس في إحدى اللقاءات الإفريقية الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، ناهيك عن مباركته للتطبيع بين الرباط وتل أبيب ودفاعه المستميت عن الملك محمد السادس لاتخاذه هذه الخطوة. تصرفات الدبلوماسية التونسية السابق توضح بشكل كبير سر دعمه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لأنه كان الفاعل الرئيسي في عملية التطبيع بين نظام بن علي والكيان الصهيوني، وهو مهندس تلك الصفقة المهينة التي أبرمت خلسة عن الشعب التونسي حسب تصريح أحمد عباس ممثل الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.